السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا حبايبي هنعمل فرختين بلدي بيتي. تعالوا نشوف هنعمل ايه. نحط معلقة سمنة بلدي نشوح فيهم الفراخ، نسيح حتة السمنة وبعدين ننزل نحط الفرختين ونشوحهم. طريقة سهلة جدا، طريقة عادية بس بتفرق في طعم الشوربة. احسن ما نغلي الميه وننزل بالفراخ لما تغلي. لا، طريقه التشويح دي جميله جدا وبتنفع مع الفراخ البلدي. قولوا لي يا حبايبي، هم من دولت اسمهم شامورت؟ اكتبوا لي في التعليقات. عايزه اقول لكم طعمهم روعه، احلى من الفراخ الحمراء. ده بلدي بيتي. اشوح فيهم بعد كده انزل بالفلفل الاسود الحبهان، انا طحناهم جاهزين. وبعد كده اقطع طماطم وبصل، مرضيش احطهم المره دي في الكبه، قلت اخليهم صحيح، وجزر. وبعدين كنت غاليه الميه في الكتل هنزل بيها. بس طريقه سهله وجميله وتاخدي منهم حبه شوربه في منتهى الجمال. تعالوا نعمل شويه بسله صغيرين، هعملهم في الطاسه كده حبه صغيرين. حطيت بصلايه ونزلت عليها بحبه كمون وكزبره، معلقه واحده. طحنتهم ضربتهم في الكبه وهنزل عليهم في الطاسه. هعمل بسله في الطاسه لانه هعملهم حبه صغيرين خالص. دي بسله مفرزاها، مش الجديده دي اللي مفرزاها من بدري. اكتبوا لي كده احنا فرزناها في شهر كام لان انا ناسيه. ونزلنا عليها بجزرايه، انا مفرزتش معاها جزر المره اللي فاتت. حسيت ان الجزر موجود طول السنه فمرضيش افرز الجزر، رغم جه وقت علينا كان الجزر تمنه 35 جنيه. فاكرين الايام دي؟ وكان تلاجات كمان، كان بيجي من جاي متلج يعني. ونزلت ببقيه البسله التانية، قلت يلا بالمره بقى نخلص بقيه البسله اللي في الفريزر وعشان نبدا نجيب الجديد. بس انا سمعت دلوقتي ان هي غاليه تقريبا بحدود 25 جنيه. طبعا ما تنفعش تفرز دلوقتي، اكتبوا لي في التعليقات نفرزها من امتى. ودي طماطم برضو كنت مفرزاها معاكم في القناه. قلت حاجه كده قد طاجن كده. ونزلت بالكبده بتاعه الفرخه لما خدت غلوتين كده، عشان الكبده ما تخليش لون الشوربه يتغير. وملحتها برضو بملحها لما تخش في السوا. ما خدتش مني تلت ساعه الفراخ دي. اكتبوا لي اسمها ايه، شامورت ولا اسمها ايه؟ زودت شويه ميه للبسله. وادي رز حبه وحبه. طبعا انتوا عارفين متابعني في القناه انا من عشاق الرز حبه وحبه. اكله سهله ووصفه جميله. اكتبوا لي رايكم. حطيت معلقه سمنه بلدي على الفراخ واحطها تحت الشوايه. اكتبوا لي ايه رايكم يا حبايب قلبي. مرضيش اعمل بسله كتيره او اعمل صينيه بطاطس جنبها، قلت كده كفايه. الطبخ كده كده بيقعد، هو الواحد بياخد نايبه على حبه الرز على معلقتين البسله وخلاص على كده الحمد لله. حطيتها تحت الشوايه تاخد لون. ادي الرز بصوا مفلفل ازاي يا حبيب قلبي. وادي شكل الفراخ بعد ما طلعت من تحت الشوايه. قولوا له ايه رايكم. وادي طواجن البسله.